جديد من برنامجكم الأسبوعي في الصميم. طبعا ضيفنا في هذه الحلقة هو رمز قبلي بارز ووجه من وجوه القبيلة والعمل الوطني والاجتماعي، الشيخ فارس الحباري، شيخ قبيلة أرحب، وأيضا هو محافظ محافظة ريمة، وأحد الشخصيات التي حملت على عاتقها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على أعراف القبيلة وأدوارها التاريخية والوطنية. في هذه الحلقة نتناول الدور الذي تلعبه القبيلة اليمنية في إصلاح ذات البين، ودور الشيخ فارس في معالجة القضايا القبلية، إضافة إلى الحديث عن التحديات التي تواجهها القبيلة في ظل الظروف الراهنة. نطرح أسئلة حول الاتهامات الموجهة إلى الشيخ بالتعصب لقبيلته في بعض القضايا، وعلاقة قبيلة أرحب بالدولة بين الماضي والحاضر، خاصة في ظل المسيرة القرآنية. كما نسلط الضوء على المواقف الوطنية لقبيلة أرحب أثناء العدوان على اليمن ومدى استعدادها لمواجهة التحديات المقبلة، ودوره أيضا في التحشيد في محافظة ريمة وإدارته لهذه المحافظة، وكل ذلك وأكثر ما سنناقشه مع الشيخ فارس الحباري. مرحبا بك شيخ فارس. حياكم الله. طبعا سعدنا جدا أن تكون ضيفا عزيزا على برنامج في الصميم. شكرا جزيلا. إذا فنبدأ عن دور القبيلة في إصلاح ذات البين والأعراف القبلية. كيف ترى دور القبيلة اليمنية في تعزيز قيم إصلاح ذات البين والحفاظ على الأعراف والأسلاف؟ مرحبا بكم يا أخواننا في قناة الهوية. ودور القبيلة معروف أنه دور بارز على مستوى حل القضايا، وعلى مستوى الجهاد في سبيل الله، على مستوى مناهضة العدوان بشكل عام، يعني من وإلى. وفي حل القضايا طبعا الجانب القبلي يحل قضايا أكثر من الجانب القضائي. معروف يعني كم بنحل من قضايا قبليا بموجب التحكيم، بموجب الأحكام القبلية والأصلاح، والقبيلة لها دور في جميع يعني المجالات. والبعض يراها أنها وسيلة التكسب من خلال ما يحمل على الأطراف في أثناء القضايا. هل تراها ذلك من واجبات الشيخ أم أنه يعني بدعة جديدة؟ هي مسنون يعني لكن كوسيلة للتكسب ما هي وسيلة للتكسب. هي أولا إن هي جانب إنساني وجانب قبلي معروف وفعل خير ورجولي. وثانيا يعني لا مانع يعني في أخذ أي واحد أجرته، ولا المهم إنه يكمل بين الناس، بالرغم إنه يختلفوا المشايخ. بعض الناس ما يشلش، أيوة، وبعض الناس يشل. أنت ولي يشل، إحنا ما نشل. إحنا من أصحابنا عليهم أرحب وغيرهم كذلك، والمثل إلا من هو متيسر يجيب من نفسه. احنا بعد أن تكمل القضية، بعد أن نكمل القضية، وليس بالصميل كما يقال. لا يقال هذا اللي بيقول قد جرينا على بالصميل يواجهنا. جميل. ما قد جريناش احنا طيب القضايا، بعض المشايخ يعني يختارون القضايا التي تعود لهم بالنفع المالي، مثلا قضايا الأراضي يدخلون بها بشكل كبير، وقضايا الأموال والتركات يدخلون فيها، لكن فيما خص القضايا القتل وغيرها يتهربون منها. ما رأيك؟ هل هذا هو الدور الواجب على الشيخ؟ على من؟ على الشيخ، يعني يتهرب من قضايا بينما يذهب إلى قضايا أخرى التي تدر له بالمال. لا، هؤلاء أهل المصلحة اللي بيدورون المصلحة، والذي ليس يعني مشيختهم مكتملة. المشيخة المكتملة أنه يدخل في جميع المجالات، لا مانع أن يدخل في قسام بين الناس، لا مانع أن يدخل في حل قضايا قبل وقوع دم، لأنه وقوع الدم بيجي على مدى الأراضي، والأراضي إذا دخلوا فيها بس ويكون لهم مصلحة، لا مانع أن يكون لهم مصلحة بس يكمل بين الناس. فلكنه يتهرب من الجانب قضايا القتل، هو بعض الناس ما في عنده خبرة، مش يتهرب منه. ما في عنده خبرة عندما يدخل في القتل، في قضايا القتل ما بش عنده، لا هو داري محكامها ولا هو داري 1+1 في الأرض عندما يمسح اللبنة ويلا تكفي. جميل. أيوة، لأن قضايا القتل دشتي حنكة ودشتي تشتي صياح وتشتي كذا وتشتي بس شو قضية صياح تشتي عرف تشتي عرف المحكوم بقدر ما وقعت القضية، بقدر الفعل. طيب أبرز الوساطات التي دخلت فيها والنجاحات التي قمت بها في حل النزاعات القبلية، أبرزها؟ والله أبرزها في على مستوى اليمن، احنا بندخل في أينما وجهنا في جميع القبل. وجهنا، من تقصد بوجهنا؟ أينما توجهنا، أينما توجهنا في أي قضية كلهم بارزات
يعني في أرحب داخل أرحب، في خارج أرحب. في إطار توجهات البصيرة القرآنية، في إطار توجهات السيد القائد، أم من ذات أنفسكم؟ لا، هي قبيلتنا هي، بس السيد عززها وخلى لها مكانة السيد، وخلى للشيخ قيمته، وبيحاول أنه يخلي العرف القبلي باقي من ناحية السيد. والله بيئتنا من ناحية الأب والجد، حل القضايا، فزعا مع المظلوم، حافظ على الدين والعرض. هذا اللي فكمتنا، يعني فكمونا آباءنا وأمهاتنا وعلى هذا. طيب، ممكن تحدث لنا مثلا، تعطينا قصة مثلا أو حدث معين كان عسيرا جدا كبيرا عليك، وكانت تحدث حاجة كبيرة جدا في أثناء صلح قبلي مثلا بين قبائل وقبائل، يعني هناك موقف معين؟ ما بش لدينا يعني حاجة عسرة بندخل فيهن كلهن عسرات، يعني الأغلبية الحين كلهن عندنا احنا شديدات المواقف، بس ما هنش عندنا مواجهات انهن عسرات. طيب، في قضايا يا شيخ فارس، قضايا تخص يعني لها من سنين وعقود طويلة، دخلتم فيها لحالات المشاكل. هناك أبو أحمد وكثير من المشايخ الكبار بتوجيهات من السيد القائد لحل المشاكل يعني لها عقود من الزمن. نعم، السيد القائد بيوجهنا ان احنا نحلهن، ودخلنا احنا وابو احمد في قضايا عده، وهن سابقات كلهن، يعني الاغلبيه سابقات، بس ذا الحين قد بيستادن ذا الحين من حين رجعت ظاهره القتل وظاهره الثارات الان. لانه اول ما بدأنا في المسيره كان ما حد يزيد سطاير مي ولا حد مواقف ولا حد، يعني تهيأ لنا الوضع ان احنا نحل السابقات. الحين من حين رجع تعكرت شويه. طيب، وهذا اللي بنتوصى انه لا نسمح به، ان احنا نفعل مقرعات للقضايا اللي عادي بتجي، ونفعل جدوله للقضايا السابقه، نفعل لها حلول ونقدر نحلها ميدانيا. هذا اللي ما بنتحرى الدوله. تعتبر الموضوع مسؤولية أم مكسب؟ كما مسؤولية بأمانة. مسؤولية بأمانة، ولا ضير أن تحصل على كذا وكذا من ما يدور المصلحة إلا إنسان. طيب، هناك شيخ فارس، اسمح لي بهذا السؤال. هناك من يقول أنك متعصب لصالح قبيلتك في القضايا التي تتوسط فيها، خصوصا إذا كان أحد أطراف النزاع من قبيلة أرحب. كيف ترد على هذه الاتهامات؟ لي الشرف أن أنا أتعصب مع قبيلة أرحب في المقدمة، هم تاج رأسنا قبيلة أرحب، وما يقال فينا هو ليس صحيح. هو لي الشرف أن أنا أتعصب، وما يقال هم يعني من بيقولوا فينا هذا الأقاويل هو ليس صحيح. لكن قلنا مسؤولية. أنا ولا فخر إننا في بين قبيلتي وقبيلة أخرى، يعني كمواطن أحضر بين طرفين، واحد أرحبي واحد مثلا من سفيان، أنا أتعصب مع صاحب سفيان. مش مسؤولية إذا. إذا مش مسؤولية. أنا أتعصب مع صاحب سفيان عندما يقول لك أنا تتعصب مع سفيان. أيوة، أتعصب مع صاحب سفيان وليس مع صاحب عرب إذا كانوا أفراد. أما إذا شب النكف على قبيلتي أنا مع قبيلتي. رجعت للعرق القبلي. أيوة، أنا أرجع إلى قبيلتي إذا شب النكف كقبيلة. لكن ما حصل، إن شاء الله ما يحصل هذا الشيء إلا اللي هي بتحصل بعض الحاجات وغرف ذلحين في عهد السيد. شنو لك مواقف عفوا، شنو لك مواقف كثيرة كنت فيها متعصب جدا بشكل كبير، سواء أثناء عندما يجي الظلم أتعصب، عندما يجي حاجة فيها مظلمة والغريب ما يواجهك بحقانية، ما يواجهك بعقلانية، تخلينا نتعصب وتخلينا ننفعل. طيب، ما تلقى جواب من الطرف اللي أنت بتصيح منه، ما تلقى جواب مقنع. طيب شيخ، اسمح لي أيضا بهذا السؤال. دارت أقاويل حول الشيخ فارس الحباري حول موضوع الأراضي وغيرها، كيف ترد على مثل هكذا اتهامات تخص الشيخ فارس، أو يتهم فيها الشيخ فارس بأنه يعني على الأراضي، ما أقول أي أراضي، من هو اللي قال أي أرضي؟ حتى هكذا يشاع، هكذا يشاع، كذابين كلهم. ما من هذا الأقاويل بالأصل. وقد سألتني في المقابلة السابقة نفس السؤال، وقلت لك من الذي بيقول لك فارس الحباري قد شل أرضية ذا؟ استدعيني عبر المايك في قناتكم وصيح وقل يا شيخ فارس بيداعوك جريت أرضية فلان. أيوة هكذا، بهذا المنطق وهذا ولي الشرف اني اجاوبك واجاوب غيرك، يعني تلفونيا اي ما كنت. وتتحمل المسؤوليه كامله اذا كان أي شيء. اتحمل المسؤوليه كامله، نعم. جميل جدا. اذا اللهم انه ما نشارع امامكم في القناه ساعة ما فعلوا،
أيوه. لكن أجاوبك جواب ثاني أنصفه أي واحد عندك. طيب شيخ، علاقة أرحب بالدولة والحزبية، كيف كانت علاقة قبيلة أرحب بالدولة في أحد الأنظمة السابقة؟ في أحد الأنظمة السابقة والله قلت لك أرحب أتخيا ولا فخر، إنها أول قبل إذا سبرت القبل كلها. وكحزبية هم صنفونا في النظام السابق الإصلاح. أيوه في الإصلاح، بما أن عبد المجيد الزنداني كان منسوب إلينا. أيوه. والإصلاحيين هؤلاء قريوا في البداري وخلوا هاله وقالوا وما في يعني ما تلقى على المية. تغلبت الحزبية على القبيلة؟ تغلبت أواصر الحزبية؟ أيوة كيف تغلبت ونص قداش شفتوا الواقع، قلبناها في ساعة وضحاها يعني في خلال أشهر. ممكن يخلوها أرحب وأرحب. صح إنهم مش يجيوا عندنا فعلوا معاهد وفعلوا كذا في الإصلاح، وهو كله برضانا فعلوه، ما فعلوا إن إحنا بعيدين عن المشهد أيام المعاهد. لأنه من جاء يعني إحنا بنقول يعني الناس يشتوي يدرسوا ويفهموا، ما كانوا فاهمين إن الإصلاحيين ممكن يقولوا من أول ابعد الشوكة من الطريق أو الحجر، وبعدها جو فعلوا بدلها عبو الناسفة. أيوة كان نصدق يعني الناس طيب كلهم. التأثير الحزبية كان أثرها سلبي أم إيجابي بالنسبة للقبيلة؟ إحنا كانت عندنا الحزبية حناك، ما هيش حزبية. حناك مع كثر المشاكل بيناتنا والبين، كانت مشاكل أحلاف في أرحب. إذا طلع فلان أنا أسير أقع إصلاحي، إذا طلع فلان أنا أسير أقع مؤتمري، يعني مسمى كذا. طيب كيف تطورت علاقة القبيلة بالدولة في ظل المسيرة القرآنية؟ ما الفارق بين الماضي والحاضر؟ علاقتنا احنا بالدولة؟ علاقة أرحب بالدولة بين الماضي والحاضر مع المسيرة القرآنية، كيف تغير الأمر أم لا؟ شوف السيد حفظه الله احتضن قبيلتنا بقوة ويحترمنا، الصدق لله انه يحترمنا